إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان صفات المرأة الصالحة: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. هذه الصفات هي صفات المرأة الصالحة. المرأة الصالحة إذا نظر إليها زوجها سرت، وليس السرور بالنظر إليها دليلا على التأنق في المظهر من الملبس والزينة، وإنما أن تكون طيبة في ملبسها، طيبة في كلامها، طيبة في نفسها، طيبة في حركتها، طيبة في سكناتها، طيبة في إشاراتها. إذا نظر إليها سرت، لأن هذه الطيبة التي تكون فيها ظاهرا وباطنا تنعكس بالسرور على الناظر إليها. المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرت، وليس معنى ذلك أيضا أن تكون بارعة في جمالها ولا فائقة في حسنها، وإنما تكون جميلة الطبع، حسنة الباطن، طيبة النفس. فهذا هو الجمال الحق، لأن كثيرا من الناس يعكس الأمور كما هو في الغنى. كثير من الناس يحسب أن الغنى امتلاك الأموال مع تحصيلها بكثرتها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. فتكون غنيا لأن نفسك غنية ولا تملك شيئا، ولكن أغناك الله رب العالمين عن خلقه. نسأل الله تبارك وتعالى دوام الغنى عن الناس. فكثير من الناس يعكس المسائل ويجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا. كثير من النساء تكون حسنة المظهر، جميلة الطلعة، بهية الصورة، وهي منطوية على نفس خبيثة. فالطيبة ليست بالظاهر، وإنما الطيبة طيبة الباطن، فتنعكس طيبة الباطن على الظاهر حتى يصير طيبا. فيصير الظاهر طيبا في اللفظ، طيبا في الإشارة، طيبا في الكلام، طيبا في الحركة، طيبا في السكون، طيبا في القيام، طيبا في القعود. يصير طيبا في كل شيء. إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت. إذا أمرها بأمر لا يخالف الشرع أطاعت. المرأة الصالحة لا تجيب في أمر يخالف الشرع، وإلا ما كانت صالحة.
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ، وكان قد سافر إلى اليمن ثم جاء، فلما دخل على النبي سجد له، فقال: ما هذا يا معاذ؟ لأن السجود لا يكون إلا لله. قال: ما هذا؟ قال: إنهم يسجدون لبطارقتهم، فأنت أولى بالسجود لك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مصححا: لأن السجود لا يكون إلا لله وحده. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه، والذي نفسي بيده لو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قيحة فبض قيحا وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حقه عليه. ومع ذلك لا تؤمر بالسجود له، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، وإذا أمرها أطاعته. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الأمر الذي يكون بين الرجل والمرأة بين أن الرجل إذا أراد امرأته على ذلك فامتنعت عنه تبيت الملائكة لاعنة لها حتى تصبح. إذا بات زوجها غضبان عليها فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة ألا تمتنع على زوجها إذا أرادها ولو على قتب بعيد، مبالغة في تحقيق هذا الأمر، لأنها إن لم تفعل ذلك التمسه عند غيرها، فيكون الزواج بدل أن يكون تحصيلا يكون مدعاة للانفلات الخلقي في المجتمع. وفي مقابل هذا جعل الله رب العالمين للمرأة على زوجها حقا، وإن لأهلك عليك حقا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. كان رسول الله وهو أشرف الخلق وأحبهم إلى الله وأكرمهم على الله وأعلاهم مقاما عند الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون في مهنة أهله، يكون في البيت في مهنة أهله، يرقع ثوبه ويخصف نعله ويحلب الشاه، ويكون في مهنة أهله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يستكبر على أمر لا ينقص المروءة، ولا يستعلي على أمر لا يغضب الله رب العالمين، بل يكون أسرع الناس إليه، وكان أعظم الناس حلما صلى الله عليه وسلم، وهو يراعي نفسية من أمامه. كانت عائشة رضي الله عنها عظيمة الغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنا نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرات، فكان يقسم لهن، فلهذه ليلة ولهذه ليلة ولهذه ليلة، فكان عند واحدة منهن، ثم انتقل إلى عائشة، فلما كان عند عائشة أرسلت إليه واحدة من أمهات المؤمنين طعاما في صحفة، وهو إناء من فخار، وكانت متقنة ماهرة في صنع الطعام. فجاء الغلام ومع النبي بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فجاء الغلام فدق الباب، فخرجت عائشة فقال لها الغلام: هذا الطعام أرسلته فلانة من أمهات المؤمنين للنبي صلى الله عليه وسلم وضيفانه. فأخذت عائشة الصحفة فضربت بها الأرض، فتكسرت وتناثرت قطعا وانتثر الطعام في المكان. هذا أمر محرج، الرجل لا يقبله في الجملة على نفسه بين أصحابه، أن تفعل امرأته كذلك بمحضر من أصحابه. يأتي طعام في صحفة من فخار فتجلد به الأرض حتى يتناثر. فماذا صنع الرسول؟ قام النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ذلك بيديه، وهو يقول للأصحاب معتذرا عن عائشة: غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم. أم المؤمنين عائشة يقول أصابتها الغيرة، فرحمها النبي صلى الله عليه وسلم
فلما وقع منها على هذا النحو غير المنضبط لأنها لا تستطيع ضبطه رحمها فاعتذر عنه. غارت أمكم غارت أمكم. ثم قال لها آمرا أين صحفتك؟ فجاءت بصحفتها فقال صحفة بصحفة، فجعل هذه في مكان التي كسرت وانتهى الأمر. لذلك يقول العلماء إن الإحسان إلى الزوجة ليس هو بكف الأذى عنه، وإنما الإحسان إلى الزوجة بتحمل الأذى منه. يعني ليس أن تكون محسنا إلى امرأتك أن تكف أذاك عنه، هذا يقدر عليه كثير من الناس، ولكن الإحسان إلى المرأة أن تتحمل الأذى منه. ليس الإحسان إلى الزوجة أن تكف الأذى عنها، وإنما الإحسان إلى الزوجة أن تتحمل الأذى منه. وهنا قصة أنتم تعرفونها لا بأس من التذكير بها، وأسأل الله أن ينجينا من حر جهنم. وقع بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعائشة شيء، فكانت خصومة فيها دلال ومودة وفيها محبة وشفقة. وقع تنازع في شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ترضينه حكما بيني وبينك؟ أترضين بأبي بكر؟ أبو بكر أبوه، فرضيت بأبي بكر. سيكون في العرف الجاري بيننا أبو الزوجة لا يمكن أن يكون حكما، في الغالب يكون خصما ينصر امرأته على زوج ابنته، ولكنه أبو بكر. فجاء أبو بكر فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقولين أنت أم أقول أنا؟ قالت قل أنت ولا تقل إلا حقا. وهل يقول إلا حقا؟ هي غضبة. قالت قل أنت ولا تقل إلا حقا. لم يطق أبو بكر، فقام يضربها في خاصرتها ويقول يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ يخشى أن يغضب الرسول عليه فيطلقها فينقطع سببه من رسول الله، وهذا أمر كبير. أو أن يغضب الرسول عليها فيغضب الله لغضبه فلا تفلح بعدها أبدا. فقام يعاقبها بمحضر الرسول. النبي لم يستدعه لكي يكون خصما له ليتكلم باسمه، وإنما استدعاه حكما بينه وبينه. فلما تحول إلى خصم لم تجد عائشة إلا أن تحتمي برسول الله، وهو الخصم والحكم صلى الله عليه وسلم. فقامت تحتمي بظهر النبي وهو يدفع أبا بكر عنه، يقول ما لهذا دعوناك؟ يعني ما دعوتك لعقابها، كنت أنا أعاقبها، ولكن ما لهذا دعوناك؟ ذهب أبو بكر مغاضبا وعلى مثل الجمر متلددا، فظل يحوم حول المكان. لما انصرف أبو بكر أقبل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والله جل وعلا وصفه بكتابه بالرؤوف الرحيم، وذكر أنه على خلق عظيم. لما ذهب أبو بكر نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم مداعبا ومعاتبا، فقال أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ يا أنس، وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خذ هذا الدرهم فاشتري لنا به عنبا. يريد أن يعقد صلحا على مأدبة. خذ هذا الدرهم فاشتري لنا به عنبا. فذهب أنس فجاء بالعنب فأخلى يأكلان. أبو بكر رضوان الله عليه يدور حول المكان فلقي أنس، قال يا أنس ما الخبر؟ ما وراءك يا أنس؟ ما الذي حدث؟ قال اصطلحا، لقد تركتهما والله يأكلان العنب. فجاء أبو بكر مسرعا فدخل غير محتشم فجلس
وقال دعوتماني في خصامكما ونسيتماني في صلحكما، قال اقعد فقل. ليس الإحسان إلى المرأة أن تكف الأذى عنه، فهذا من كرم الرجل أن يكف أذاه عن امرأة، يعني ليست بطولة ولا رجولة أن يضربها وأن يجلدها جلد العبد ثم يطلبها آخر الليل، فهذا مما استنكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الرجولة وإنما الشهامة وإنما التمسك الحق بأن يملك زمام نفسه عند الغضب، فهذا هو الشديد حقا، ليس الشديد بالسرعة الذي يصرع الناس، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا وأن يجمل صفاتنا وأن يحسن ختامنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.